ابنك كان عنده دور برد من اسبوعين، سخونيه راحت ورجعت، مفاصله وجعاه، جسمه تعبان، بيشتغل من نغزات في قلبه وصدره، مجهوده قل جدا، اوقات طفح جلدي واحمار في الجلد، اوقات حركات لا اراديه عصبيه، المدرسه بتكلمك بتقول لك ابنك بينام كل شويه في الحصه. طب استنى واسمعني في ثواني، يلا اعمل فيه لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه ابنك احتمال يكون بيعاني من الحمى الروماتيزميه، ودي بتيجي للاطفال الصغيره لحد سن 15 سنه. التهاب بسيط في الزور ما اتعالجش صح، الجسم قلبها حرب على القلب والمفاصل والجلد. ويلا بقى ركزي في الفيديو عشان تفهم ازاي ده بيحصل وتحمي ابنك قبل ما الموضوع يتكرر تاني. بكتيريا سباحيه اسمها ستريبتوكوكس، ودي بكتيريا قويه وخطيره جدا في التمويه والتخفي، تهاجم اللوز فتخلي المناعه تهاجمها، والمصيبه ان هي فيها شبه من خلايا الجسم نفسه، فالمناعه تتلخبط فتهاجم انسجه خلايا القلب والمفاصل والجلد فتهاجمها بالغلط. ساعتها بيحصل التهاب في عضله صمامات القلب، تورم في المفاصل، سخونيه مش بتروح. وعلشان نتاكد انها موجوده، مش بس الاعراض ومش بس اختبار سرعه الترسيب اللي ناس كتيره بتحدد من خلال الحمى الروماتيزميه، وفي شويه تحاليل وتقييمات لازم نعملها عشان نتاكد، زي الازوتايتر، السي بي سي، الاي اس ار، السي ار بي، رسم قلب اي سي جي، وفحص المفاصل والجلد. لو عايز تعرف نتائج التحاليل والتقييمات معناها ايه، اكتب لي في الكومنتات نتائج تحليل حمى روماتيزميه. وبعد ما اتاكدنا منها، الناس فاكره ان الحل انها تشيل ليوز، وده مش اول حل الا لو الالتهابات متكرره جدا وبدات تاثر على القلب والجسم. ولو خلاص قررنا نشيلها، لازم يبقى في وقت الجسم فيه هادي والبكتيريا مش نشطه، وهي عمليه بسيطه ونسبه نجاحها كبيره جدا ان شاء الله. زي حالات كتيره بتجيلنا في الصيدليه بنوجهها للطريق الصح قبل ما الحاله تسوء. وفي حاله الحمى الروماتيزميه هنا لازم نفهم ان العلاج مش مسكن او مضادات للسخونيه بس، ده محتاج متابعه دقيقه مع دكتور متخصص عشان تمنع الحاله ترجع تاني. ومحاور علاجها نوقف الالتهاب ونمنع ان المناعه تهاجم الجسم بالاسبرين والكورتيزون ومثبطات المناعه على حسب شده الحاله تحت اشراف طبيب. والوقايه من العدوى الجديده لازم الطفل ياخد جرعات وقائيه منتظمه من مضاد حيوي والبنسلين، ولازم اختبار حساسيه. لو الطفل جاله التهاب لوز او سخونيه متكرره ما تستهونش، لازم متابعه وراحه تامه. حالات كتير شفيت تماما لما العلاج اتاخد بانتظام، بس للاسف الناس سابت المتابعه، وده اللي سبب مشاكل كبيره في القلب بعدين. اوعى تستهون بشكوى ابنك باي التهاب في الزور، خصوصا لو متكرر، ده مش وجع بسيط، ده ممكن يكون بدايه حرب بين مناعه الجسم وقلب ابنك. ناس كتير ضيعت وقتها في مسكنات وادويه سخونيه، دلوقتي بتدفع ثمن التاخير. اغلى حاجه عندك مش العلاج، دي الوقايه اللي بتنقذ القلب قبل ما يتعب. تابع رشيده الحياه واسمع العلم وخد نصايحك ومعلوماتك مع الصيدلاني زون دكتور محمود مسعد. اعمل فيه لايك وشير للفيديو، يمكن تنقذ حد بتحبه. شكرا.